السلام عليكم. كفتة فراخ مشوية تحفة جدا، اقتصادية من الدرجة الأولى، بجد هتعجبكم. أنا شيرين وقناتي حلوة وحادق مع شيرين. وصفة جميلة سهلة اقتصادية، هيعجبها الكبار والصغار. لو عجبتكم الوصفة بتاعتي اوعوا تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نشوف الوصفة القمر الجميلة دي اتعملت ازاي بكل تكاتها وتفاصيلها وحكاياتها وكمان تسويتها. يلا بينا. زي ما انتوا شايفين مقاديرنا سهلة جدا جدا. معانا نص كيلو من فراخ البانيه، معانا بصل، معانا فلفل الوان، معانا ملح وفلفل وكمون، وكمان كوباية صغيرة من البقدونس. مقادير سهلة واقتصادية جدا ومتوفرة في كل بيت. يلا بينا. هنجيب الكبة بتاعتنا وهننزل بيها الأول بالخضار بتاعنا. معانا بصل ومعانا فلفل ألوان. طب ممكن نستخدم فلفل سبايسي أو فلفل أخضر زي ما انت حابة استخدمي، بس أنا بفضل الفلفل الألوان لأن بيبقى فيه زي سكارة كده بتخلي لي الكفتة حلوة جدا جدا. المطلوب مني من الكبة بتاعتي القمر دي ان انا اطحن الخضار كويس جدا، تمام، ما يبقاش فيه قطع. زي ما انتوا شايفين كده انا بقلب كده وبحاول ان انا انزل القطع تحت كده عشان تتفرم كويس جدا في الكبة. هنكمل ضرب بقى ونشوف هنعمل ايه. هننزل الخضار بتاعنا اللي هو الفلفل والبصل في مصفى ونصفيه كويس جدا عشان هنحتاج المية بتاعت البصل دي. في نفس الكبة مطرح البصل ومطرح الفلفل هنحط البانيه بتاعنا، طبعا ده مغسول كويس جدا ومتصفي كويس جدا، ويفضل يكون ساقع يعني بدرجة حرارة التلاجة عشان الكفتة تبتدي تقدر ان هي تمسك معاكي بسهولة. في خطوة أنا ما ضفتهاش لأن الخطوة دي اختيارية، لو أنت حابة ممكن تضيفي نص كوباية بشر ليا. عارفين الليا الضاني؟ بنبشرها ونحطها كمادة يعني تحس ان هي تدي دسم شوية للكفتة بتاعتنا. انتوا لو حابين تضيفوها بجد بتدي تست حلو جدا للفراخ. زي ما انتم شايفين احنا فرمناها ووريتها لكم ان هي مش ناعمه قوي. هنبتدي ننزل بالفراخ بتاعتنا، وزي ما انتم شايفين هي تحس ان هي فيها خشونه شويه، تمام. هننزل بالكفته بتاعتنا كده او البانيه بتاعنا بعد ما فرمناه. زي ما انتم شايفين الموضوع سهل جدا بسيط جدا. نص كيلو البانيه كنا بنقعد بقى نعمله بانيه بصل وتوم و بيض وبقسماط. لا بصوا سهله حلوه خفيفه جدا في الصيف، هتعمليها في رحله، هتعمليها في مصيف، روعه بجد. نزلنا بالخضار بتاعنا اللي صفيناه. زي ما انتم شايفين انا مش محتاجه ميه خالص في الوصفه بتاعتي. نزلنا بالبقدونس، نزلنا بالتوابل بتاعتنا، ملح فلفل كمون بهارات فراخ زي ما انت حابه طعامي الكفته بتاعتك. هنشيل بقى عصير البصل ده هنحتاجه بعد كده. هنا بقى المرحله دي هنقلب الكفتة بتاعتنا كويس جدا. انا عايزاها مندمجة مع المحتويات بتاعتها كويس جدا. طبعا هنستخدم ايدينا. طبعا احنا قبل ما بنشتغل يا جماعة في اي وصفة لازم طبعا تبقى ايدينا نظيفة جدا. انا من الناس اللي مش بحب البس جلافزات. قلبنا الكفتة بتاعتنا، هننزل بقى عليها بالمية البصل دي، هننزل عليها هنتبلها بملح وفلفل وشوية كمون كده، ومعانا كيس صلصة. طبعا الصلصه دي معلبه، عايزه كاتشب زي ما انت حابه، المتاح عندك استخدميه. هننزل عليها بالصلصه كده وهنقلبها كويس جدا، وده هيبقى الصوص اللي هندهن بيه الفراخ. صبعنا الفراخ على الستيكس بالشكل ده. دهنا الصينيه بتاعتنا سمنه، هنحطها في فرن 180 درجه. هنشغل الشوايه بس. اول ما تتشمع معانا بالشكل ده هنخرجها، تمام، وهنبتدي ندهنها بالصوص اللي احنا جهزناه اللي هو عبارة عن مية البصل والفلفل وعليهم صلصة او كاتشب وكمان ملح وفلفل وكمون.
طبعا مش قادرة اقول لكم على جمال الصوص ده، هيخلي طعامة ولون وريحة للكفتة بتاعتنا، وهيديها طراوة حلوة جدا جدا غير اللون التحفة اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. لازم ان احنا نطعم الكفتة بتاعتنا. طب انا عايزة استغنى عن الخطوة دي، براحتك جدا، بس مش هتديكي اللون، هتضطر ان انتي تسيبيها كتير في الفرن وممكن تنشف منك. ده الشكل النهائي بعد ما دخلناها وخرجناها من الفرن. اللهم بارك، روعة جدا. عايزة اقول لكم الولاد انبهروا. كفتة، تقولوا عليها كباب، تقولوا عليها، سموها زي ما تسموها، بجد من احلى واطعم الكفتة اللي انا اكلتها. اقتصادية جدا، بنص كيلو بانيه انتي فرحتي ولادك بحاجة شيك، حاجة جميلة جدا. تقدري تستخدميها في رحلة، تقدري تستخدميها زي ما قلت لكم وانتوا في المصيف. في يوم كده خفيف مع بطاطس محمرة. عملت بقى سندوتش لازم ندوق يا جماعة، وحطينا بقى بصل وبقدونس كده، وكلي احلى سندوتش في الدنيا. روعة. هي صراحة كان ناقصها حبة سلطة طحينة، كانت هتبقى في الجون. شايفين الجمال والروعة يا سيدي؟ حاجة كده اللهم بارك، جميلة وشيك وتحفة جدا جدا، والولاد بجد عجبهم. لو عجبتكم الوصفة اوعوا تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، واستنوني في وصفة جديدة ان شاء الله.